4 نقاط، وأي نقطة من هذه النقاط تلقاها بأي عود فهذا يعتبر عود سيء. يلا نبدأ. النقطة الأولى: إذا لقيت أي شقوق أو كسور بظهر العود بين الأضلع أو بنهاية الزند أو نهاية البندق أو بوجه العود أو الإطار المحيط بالعود فهذه دلالة على أنه هذا العود سيء. النقطة الثانية: المفاتيح السيئة. راح نعطيك دليلين من خلالهم تكتشف المفاتيح السيئة. الدليل الأول: لما تجي تحرك المفتاح تلقاه عالق أو يتحرك بصعوبة. الدليل الثاني: لما تحرك المفتاح تضغطه بمكانه توخر ايدك يرجع المفتاح يلف. النقطة الثالثة: ارتفاع الأوتار. طبعا حتى تعرف الأوتار مرتفعة أو لا تقيس من هذه النقطة بالضبط اللي هي التقاء الزند بوجه العود. تقيس لابد تكون المسافة 3 ملم ونص وأقل، إذا كانت أكثر فتعتبر الأوتار مرتفعة. النقطة الرابعة: الطزات والكتمات. لابد تعزف على العود، وإذا ما تعرف تطلب من صاحب المحل يعزف لك على العود بتمارين مثل الكروماتيك، ياخذ لك النغمات من بداية الزند إلى نهاية الزند وأنت تسمع. إذا سمعت أي كتمة نغمة مكتومة أو أي نغمة فيها طزة ابتعد عن هذا العود. طبعا من خلال هذه ال4 نقاط تقدر تميز العود الجيد من العود السيء، ولا تنسى تتابعني.